لو جيت سألت أي حد دلوقتي وقلتله تلت آثار العالم موجودة فين؟ الكل هيقولك الأقصر. طب تعرف إن احنا عندنا أقصر تانية في الدلتا؟ والله زي ما بقولك كده، وهقولك ازاي كمان شوية. تعال أخدك في جولة سريعة كده لمكان من أجمل الأماكن الأثرية اللي موجودة في مصر، وخاصة في محافظة الشرقية، وهو تانيس أو جانت باللغة المصرية القديمة، واللي اتحرفت في اللغة العربية إلى صان، وبسبب كثرة الأحجار اللي فيها بقت اسمها صان الحجر. بس على فكرة تانيس مفيهاش أي محاجر. هتسألني امال الأحجار اللي جابوها دي جابوها منين؟ وايه الكلام المتناقض اللي عمالة تقوليه ده؟ اتقل انت معايا بس كده وهفهمك كل حاجة، بس واحدة واحدة. بس قبل ما ندخل جوه المنطقة الأثرية تعالى أوريلك المتحف المفتوح اللي موجود فيها. المتحف هتلاقي فيه لوحات كتير جدا بتوضح لك تاريخ تانيس وكل ما تحتويه من كنوز ومقابر وآثار. هتلاقي خرايط فيها تخطيط عام للموقع الأثري علشان لما تدخل جواه تبقى عارف انت رايح فين وجاي منين. هتلاقي لوحات بتوضح لك أعمال الحفاير والتطوير اللي شغالة حاليا في المكان. هتلاقي قطع أثرية جميلة جدا معروضة، زي مثلا جزء من البوابة الضخمة لمعبد آمون اللي بناها الملك شاشنق الثالث من الحجر الجيري، وزي جزء سفلي لتمثال من الجرانيت الأسود للملك سوبك حتب الرابع، وزي تمثال من الجرانيت الأحمر اللي بيمثل الإله خنسو، وتمثال ثنائي مكسور من الكوارتيزايت بيمثل الملك رمسيس الثاني وهو قاعد جنب الإلهة وادجت. بقى ندخل جوه الموقع الأثري نفسه. تانيس من أكتر المدن المصرية اللي ضمت مسلات، عددهم تقريبا 28 مسلة، منهم 17 مسلة باسم رمسيس الثاني و6 مسلات تعود للدولة الوسطى. لكن في مسلات للأسف كتير منهم اتنقلوا لأماكن تانية في مصر وما تبقاش في المنطقة غير من 8 ل 10 مسلات. تانيس كان فيها تاني بحيرة مقدسة بعد بحيرة الكرنك، وكان فيها مجموعة من الآبار، وكان فيها المعبد الكبير لآمون والمعبد الصغير واللي بيرجعوا لعصر الملك رمسيس الثاني. لكن رغم كل الآثار اللي كانت فيها دي، إلا إن سبب شهرتها هو الجبانة الملكية اللي عثروا فيها على عدد كبير جدا من مقابر ملوك الأسرات 21 و 22، زي مقبرة الملك أوسيركون الثاني وزي مقبرة الملك بسوسنس الأول. الجبانة دي خرجوا منها بروائع الحلية والتوابيت وأدوات الزينة وأدوات الحياة اليومية والرموز الدينية من الذهب والفضة، وعثروا فيها كمان على حجرات متزينة بزخارف غنية جدا وفيها كنوز فخمة جدا. في أول الفيديو قلتلك إننا عندنا أقصر تانية في الدلتا، تعالى بقى أعرفك ليه قلت كده. أثناء حكم الأسرة 21 كانت عاصمة الحكم في طيبة، لكن حصل ضعف في الحالة الاقتصادية أدى لحدوث اضطرابات وثورات، واللصوص كانوا بيسرقوا مقابر عظماء القوم. علشان كده ملوك الأسرة 21 و 22 اختاروا تانيس إنها تبقى مقر لمقابرهم ومثواهم الأخير، وكمان بنوها فوق تل رملي عالي علشان يحموها من فيضان النيل اللي بيحصل كل سنة. وكانوا عاوزين تانيس تبقى نسخة طبق الأصل من طيبة، لدرجة إنهم صمموا معابد فيها زي معابد طيبة بالظبط، وخصصوها للثالوث بتاع طيبة اللي هم آمون وموت وخنسو. ده غير ان تانيس كان فيها ثروة أثرية كبيرة جدا، وده اللي أكسبها فيما بعد لقب طيبة الشمالية. قلتلك كمان ان رغم كل الأحجار اللي موجودة في تانيس، لكن تانيس أصلا ما كانش فيها محاجر. ازاي بقى؟ تعال أقولك. لأن كل الآثار اللي موجودة في تانيس من قطع جرانيتية ضخمة أو حجر رملي أحمر أو كوارتيزايت، مش بيحكولنا أصلا تاريخ تانيس، لكن بيحكولنا تاريخ المنطقة اللي اتجابوا منها، وهي العاصمة اللي بناها رمسيس الثاني اللي اسمها بير رمسيس أو بير عمسو، في منطقة اسمها قنطير على بعد 35 كيلومتر من تانيس.